إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متبعي مواطن نيوز. اليوم توفي الأب الروحي عمي حسن العمري، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر ذنوبه. قبل أن أبدأ الحديث سأبدأ الحديث بقوله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وكيحضر معنا أحد الأصدقاء ديالو السي محمد النية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم، وكنشكركم في هذا المنبر ديالكم. وديت غنقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون. السيد المسمى قيد الحياة حسن العمري كان صديق ديالنا من زمان، وعضو معنا في الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية في الأم وفي جهة الدار البيضاء السطات. واش غنقول لك، الله يرحمه والله يوسع عليه والله يصبر عائلته، والله الجيران ديالو تاهم الله يصبرهم. وحنا راه شفنا فيها الخير، مسكينه كي صديق المصورين وصديق الناس، وهو في العمالات الفيدا. المهم على الصعيد الدار البيضاء راه معروف مسكين، وكنتمناو له ربي يدخلوا الجنه ان شاء الله ويغفر له الذنوب، وانا لله وانا اليه راجعون. شكرا جزيلا. تلقيت الخبر ديال وفاة عمي حسن العمري. السلام عليكم. اش نقول لكم الاخوه الكرام، الخبر ديال الوفاه ديال المسمى قيد حياتي حسن العمري تلقيته الساعه 5 صباحا تقريبا عبر الهاتف، رساله مكتوبه عند احد الاصدقاء الزملاء الصحفيين اللي كنشكرهم هذا المنبر. صحيح الخبر كالصاعقه. من بعد بدنا نتواصلوا مع الاخ الصدقي مشكور اللي ربط الاتصال مع عده شبكات باش يوصل لهم الخبر، باش ياكد الخبر. وكان مشكور الاستاذ الصدقي اللي نشر الخبر بواحد الشكل سريع. وبهذه المناسبه كنقدموا التعازي الحاره للاسره الصغيره والكبيره ديالو، اسره ديال الاعلام. اليوم الاعلام المغربي فقد واحد ايقونه المصورين الصحفيين على مستوى جهه الدار البيضاء الكبرى، على مستوى المملكه المغربيه. انا جاورته على 40 سنه تقريبا، كنت باقي شاب ودخلنا المسؤوليه ديال كمستشار جماعي سابقا في فيدا. عاشرته وكنا معاه عن قرب. انسان ما كيقولش لا، انسان محبوب، انسان خدوم معطاء، يعني ما عندوش ما عمرو تشكى، ما عمرو تشكى بهذه العباره، ما عمرو تشكى. فقدنا واحد المصور من المصورين القلائل الاكفاء اللي صراحه الرحيل ديالو غادي يترك واحد الفراغ كبير على مستوى عمل فيدا مر السلطان اقول وكرر، يترك فراغ كبير جدا، فراغ على عده مستويات. كان هو المنسق الوحيد ما بين جميع المصالح ديال العمليات الفيدا، بغض النظر انه مصور صحفي وانه فارض شخصيته بالاحترام، ماشي بشي حاجه. انسان كان خدوم محترم راسو بزاف. الا باش نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، والله يصبرنا جميعا. معنا كذلك السي ابراهيم. السلام عليكم. كيفاش تلقيت الخبر ديال وفاة عمي حسن العمري؟ وبحال هاد المناسبة الإنسان ما يقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. إنسان طيب، الله عمر ليه الدار. لا الناس ديال الزملاء ديالو في الصحافة يشهدوا، لا جيرانو. كان إنسان قليل الكلام ومسكين ما كيبخلش علينا لا بالنصائح ولا بإرشادات. ومواطن نيوز فعلا هي راه شاهده على هذا الامر، لانه كان من الناس الاولين اللي ساهموا في النهار اللي تاسست مواطن نيوز. الله يرحمه ويوسع عليه، ديما كان كيمدنا بالنصائح. انسان عطى الميدان ديالو ديال الصحافه، وانسان اللي عاشرو ولا اللي كاع بعيد عليه ما يمكن الا يقول الله يرحمه والله يوسع عليه في هذا النهار. انا لله وانا اليه راجعون. اذا متابعي مواطن نيوز، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: الصدقه الجاريه، الولد الصالح، والعلم النافع ينتفع به. فمواطن نيوز كتشهد بلي انه عمي حسن العمري كان من الناس اللي حفزونا وشجعونا باش تم التاسيس ديال هذه المقاوله الاعلاميه. فشكرا له، فالله يرحمه ويوسع عليه. انا لله وانا اليه راجعون، فعزاؤنا واحد.